هنتكلم النهارده عن عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لعيب كبير طبعا. عبد الله السعيد من مواليد 13 يوليو 1985. يعني انت بتتكلم في لاعب عنده 39 سنه، لاعب يعني في شهر 7 اللي جاي هيتم ال 40 سنه. طب ايه المشكله دلوقتي وايه اللي عبد الله السعيد طالبه من نادي الزمالك؟ عبد الله السعيد المفروض ان العقد بتاعه هينتهي في نهايه الموسم الحالي. طب عبد الله السعيد عايز يجدد بكام؟ عبد الله السعيد شارط على الزمالك ان هو عايز في الموسم 30 مليون جنيه. 30 مليون جنيه في الموسم في لاعب عنده 40 سنه في شهر 7. انت متخيل 30 مليون جنيه؟ زائد ان هو محتاج منحة تعاقد. يعني عشان يمضي التعاقد بال 30 مليون محتاج منحة تعاقد 10 مليون. منحة التعاقد دي يعني عبارة عن، عارف انت اللي هو ايه، تبس يعني، إيه حاجة كده، هدية. المفروض ان هم هيدوا له 10 مليون، دي هدية كده ملهاش دعوة بالعقد اصلا، عشان يمضي ويبقى هو كده ايه، ماضي وهو دماغه رايق، ماضي وهو الراجل مرضي مرتاح. يعني انت بتتكلم ان هو عايز في الموسم 30 مليون، يعني لو مضى سنتين انت بتتكلم في 60 مليون غير منحة التعاقد، يعني 70 مليون جنيه في عبد الله السعيد في لاعب عنده 40 سنة. 40 سنة ايه ده؟ 40 سنة شهر 7 اللي جاي. يعني هو هيلعب الموسم اللي جاي هو عنده 41، الموسم اللي بعده عنده 42. بسم الله ما شاء الله. فيعني حاجة غريبة جدا. طب عبد الله السعيد اصلا يعني ليه بيشرط على الزمالك الارقام دي؟ وليه طالب بقلب جامد كده؟ عشان بس الناس اللي كانت بتقول ان عبد الله السعيد ما كانش واخد راحته في بيراميدز، وان هو اصلا ما كانش مرتاح وكان عايز يدور على نادي يكون عنده قاعده جماهيريه عشان يبقى وراه بقى الخلفيه والجماهير العريضه خلفه ويهتفوا باسمه، ووحشه قوي ان هو يسمع اسمه في وسط الجمهور وهم بينادوا على عبد الله، ولا اي حاجه من الكلام ده. الكلام ده كله بلح. كل ده انتوا بتحاولوا تصبروا نفسكم. كل اللي انتوا بتقولوه ده طلع بلح. هو الراجل اللي انت بتقول لي عايز يسمع صوت الجمهور وعايز يسمع اسمه وهو بيتنادى وعايز الجمهور يبقى في ظهره، اهو دلوقتي طالب من النادي بتاعك 30 مليون جنيه وعنده 40 سنه، وغير انه عايز 10 مليون بس عشان يبقى ايه، يبقى يمضي كده وهو متكيف وهو مرضي. ما تقوليش بقى ان هو جاي عشان الجمهور وجاي بقى عشان اسم النادي وعشان الزمالك نادي كبير لا يا باشا، هو بيدور على مصلحته. كل لاعب دلوقتي كوره بيدور على مصلحته. تمام. لو انت كنادي ما قدمتلوش، هو مش هيقدم لك حاجه، هياخد بعضه. اهم حاجه مصلحته. طب يعني ايه ما قدمتلوش؟ النادي الاهلي بيقدم. يعني ايه بيقدم؟ بيقدم بطولات. بيوديك بطولات مش اي نادي في مصر بيروحها. بيوديك اماكن وبيطلعك يتوجك كده في منصات مش اي نادي في مصر بيروحها. دي لوحدها بفلوس. انت اسمك بيتذكر في كام بطوله، فدي لوحدها بفلوس. دي لوحدها اللاعب بيقدرها بفلوس، غير ان هو بيقدرك ماديا. طبعا النادي الاهلي يعني مش بيدي اكيد بيدي ليه سقف، بس ليه سقف مرتبات وليه رعاه بقى هم اللي يعني، عشان انت بتروح كل البطولات دي فعندك رعاه كتير، عشان كده في دخل. لكن انت كزمالك انت مفيش. يعني انت نادي دلوقتي بقيت على الله. انا حاسس ان انت واخد مسيره الاسماعيلي، يعني بدأت تنزل وهيبتدي نوادي تانية تاخد مكانك وتاخد المراكز بتاعتك زي بيراميدز. بيراميدز دلوقتي هو بقى في افريقيا، بقى هو على طول متصدر الدوري هو والاهلي. انت نزلت للمرحلة الثالثة، والسنة الجاية هتنزل اكتر، والسنة الجاية هتنزل اكتر، لان خلاص انت مفيش بطولات بتخشها، مفيش دواخل بتجيلك، فاكيد مش هتلاقي فلوس، اكيد مش هتلاقي رعاة. انا دلوقتي لو راعي هراعي ازاي؟ يعني هخش ادفع فلوس في نادي الزمالك ليه؟ هو الزمالك بيروح فين؟ بيروح بطولات ايه؟ هدفع فلوس عشان الدوري المصري؟ طب ما انا ادفع فلوس لسيراميكا، هيبقى فلوس اقل ما في الدوري المصري. هدفع فلوس للاتحاد، لبنك الاهلي، كل ده هدفع فلوس اقل، وهي في الدوري المصري اللي الزمالك بيعمله الفرقه دي بتعمله. إيه، ما هتروح كونفدراليه؟ طب ما في فرقه تانية بتروح كونفدراليه، بدل ما اروح ادفع للزمالك 20 و30 مليون اروح ادفع للفرقه اللي هي بتاخد مركز رابع دي، ايا كان مين، المصري ولا الاتحاد ولا سيراميكا ولا مين، هقوم رايح دافع لها. هدفع لها بدل ما ادفع للزمالك 40 50 هدفع لها هي 10، وهي برضه هتروح تلعب في الكونفدراليه وتلعب لي في الدوري واسمي برضه والشعار والدنيا دي معاها. لكن الاهلي يروح كاس عالم للانديه،
بيروح دوري ابطال افريقيا، بيروح الانتر كونتيننتال، بيروح كذا بطوله، كذا بطوله. الاهلي اسم براند لو دفعت فيه فلوس يعني انا كشركه او انا ك كرعاه اسمي هيروح في كذا اتجاه. كفايه ان هو على بس تيشيرت الاهلي فريق عالمي. فانت دلوقتي بتتكلم ان عبد الله السعيد محتاج 30 مليون جنيه في السنه، لان هو جاي له عقود، وبيتكلم بقلب ليه؟ لان هو جاي له عقود، جاي له عقد من سيراميكا كليوباترا ب 70 مليون، تمام، اللي هو في السنتين، يعني سنتين 70 مليون، وجاي له عقد تاني من الاتحاد الليبي. الاتحاد الليبي طبعا بتتكلم ان هو هيقبضه بالدولار، يعني لو قبضه مليون دولار انت بتتكلم في 100 مليون في الموسمين يعني. فعشان كده هو عبد الله بيتكلم بقلب. فدلوقتي يا جماعه بس عشان انتوا يعني انا اللي بيصعب عليا الزملكاويه، انتوا بتعملوا من اللعيبه نجوم. استغفر الله العظيم يا رب، يعني مش عايزين نقول الهه، بس انتوا بتعملوا من اللعيبه ناقص تعملوا لهم تماثيل وتمشوا تجروا بيها في الشوارع. فيا جماعه خلوا النادي بتاعكم فوق اي شيء. خلي الزمالك هو رقم واحد عندك، مفيش لعيب يبقى فوق النادي بتاعك. احنا عندنا لما عبد الله حب يتنك قلنا له بره، وجبناه وبعناه ما دخلش النادي. عبد الله رمضان صبحي قلنا له معاك ساعه، اعمل حسابك ان عبد الله السعيد قايل للاداره انتوا معاكم لغايه اخر الموسم، شوفوا هتعملوا ايه. يعني اللاعب هو اللي بيقول للاداره انتوا معاكم، شوفوا بقى انتوا هتعملوا ايه وقتكم معاكم لغايه اخر الموسم. عشان هو طبعا لو هيمشي برضه فري، ما هو عقده هينتهي. طبعا الاداره ما كانتش تتوقع ان ده يحصل من لاعب زي عبد الله السعيد بالذات، يعني بالاخص لان عبد الله السعيد طبعا كله كان متوقع ان هو هيجي يكمل اخر 3 4 سنين دي في الكوره في الزمالك ويعتزل، وطبعا كانوا هيعملوا اسطوره ونجم كبير. طبعا ده بالنسبه لهم صدمه، يعني ما توقعوش ان واحد زي عبد الله السعيد هو اللي يطلب منهم المبالغ دي، وكمان يجي له عقود. هو ممكن يسيبك يعني ويمشي، فاهم؟ اللي انت عامله لي اسطوره وعايز تعمله لي اسطوره من اساطير النادي عشان لعب لك سنه ولا سنتين، عمل لك اسيست ولا جاب لك جون، لو عايز ياخد بعضه ويمشي، عايز فلوس. انت بالنسبه له لا تذكر، لا شيء. فاتمنى نشجع الانديه للانديه يا جماعه، مفيش لاعب النادي بيقف عليه. اتمنى تشجع ناديك فقط، اللعيبه بتتغير، انت اللي ثابت، النادي بتاعك والكيان هو اللي ثابتين. فيا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه عشان تتابع كل جديد معانا. شكرا، سلام.